ازاي الناس الفقرا دي بتوصل للاجسام الخرافيه اللي قدامكم دي؟ فيديو النهارده يا صديقي من اخطر الفيديوهات اللي هتشوفها حرفيا على السوشيال ميديا، فانت لازم تركز في الفيديو ده بالذات علشان هتستفيد منه اعلى استفاده ممكنه، وهتطلع من الفيديو ده انك ازاي توصل لفورمه كويسه وباقل مجهود مالي منك. اهلا بيك يا صديقي الفورمه في حلقه جديده من قناه ورك اوت ام فيت، وفكره القناه ان انا بقدم لك فيها كل يوم معلومه رياضيه جديده بطريقه سهله وباحدث الابحاث وباحدث الاساليب العلميه، فلو حابب تفيد نفسك وجسمك اعمل لنا سبسكرايب. الفقر يا صديقي عمره ما كان عيب او عمره ما كان عائق ان هو يقعدك وتسيب نفسك لحد ما جسمك يبقى وحش. العيب بجد يا صديقي ان انت يبقى ربنا كرمك ومعاك فلوس ومش عارف تعمل جسم كويس، فانت كمل معايا الفيديو ده وصدقني هتستفيد اعلى استفاده. لعبه كمال الاجسام يا صديقي ما تعرفش الشخص الغني من الشخص الفقير، وبمعنى اصح جسمك ما يعرفش انت غني ولا فقير وانت معاك فلوس ولا لا. كل اللي يعرفه جسمك انك بتديله نظامه الغذائي كاستمايزد ليه، وبتديله الراحه بتاعته واللي هي الريكفري واللي هي بتكون نومك، والزياده على كده بتحط عليه ميكانيكال تنشن وبتحط على عضلاتك ميكانيكال تنشن علشان تعمل العضلات اللي مطلوبه. فاحنا نمحي خالص فكره ان الغني هو اللي بيعمل عضلات ونبص للفقراء ونبص للنص الكوبايه المليان. على سبيل المثال الشخص اللي قدامك ده باين عليه الفقر فعلا، لكن جسمه زي ما انت شايف متقسم حرفيا، رغم ان ادائهم في التمرين ما بيكونش احسن حاجه، لكن اجسامهم زي ما انت شايف بتوصل لحجم عضلي كبير جدا. وده زي ما انا قلت لكم لان هو بيحط ميكانيكال تنشن على عضلاته وهو مش واخد باله. وزي ما انت شايف يا صديقي بمعدات بدائيه جدا، شويه حجاره وشويه اسمنت، وبيعملوا الدنابل بتاعتهم من حاجات قديمه زي ما انت شايف قدامك كده. يعني عيشه بدائيه لكن صحه كويسه واجسام كويسه زي ما انت شايف. وبفكرك يا بطل لو بعت لنا مسج على الواتساب اللي ظهر قدامك على الشاشه ده هنعمل لك خصم كبير جدا على كل باكجات الاونلاين كوتش. ابعت بس رساله على الواتساب واكتب لي فيها ان انت جاي من فيديو اليوتيوب وهعمل لك خصم ما حصلش قبل كده. وعلشان تسهل على نفسك الطريق ادخل عندنا على الويب سايت واستغل كل العروض والخصومات اللي على باكجات الاونلاين كوتشنج، وصدقني هتحمد ربنا يا بطل ان انت شفت الفيديو ده مني وبعت لي مسج. نرجع لمرجوعنا تاني يا بطل ونرجع للسر اللي خلى الفقراء يوصلوا للاجسام اللي انت بتشوفها قدامك دي. واكيد يا بطل ان هم ما قالوش ان هم يستنوا لما يوفروا احتياجهم اليومي من البروتين او يوفروا احتياجهم اليومي من السعرات عموما. هو حس من جواه وتاكد ان هو عايز يبني جسم كويس، فهو ابتدى يشتغل على كده من غير ما يحسب ايه اللي متوفر حاليا. وزي ما انت شايف قدامك كده هو استغل كل المتاح حواليه علشان يبني جسم كويس وما اداش حجج واعذار. اللي بيفصل بينك وبين جسمك الكويس يا بطل ان انت لسه ما اخدتش الخطوه وما اخدتش القرار ان انت عايز فعلا يبقى جسمك كويس. ولان كل الابطال اللي ظهرت قدامك على الشاشه دول كان عندهم نفس المبدا وكانوا بيأخروا نفسهم كتير زي ما انت بتعمل كده دلوقتي. وافتكر دايما يا بطل ان العلم اساس اللعبه دي، ولو عايز تعمل لنفسك نظامك الغذائي ونظامك التدريبي كاستمايزد ليك وبالتعاون مع طاقم اطباء كامل وطاقم رياضي متكامل ابعت لي كلمه اونلاين كوتشنج.